تخيل معايا انت واقف قدام قرار مصيري. يا ترى مثلا تسيب شغلك وتبدأ مشروعك الخاص، او هترتبط بالشخص الفلاني ولا لأ؟ في الحاجات اللي زي كده قلبك بيقولك حاجة وعقلك بيقولك حاجة تانية، والنتيجة هي توتر وضغط وأحيانا قرارات غلط. علماء النفس بيأكدوا إن في 3 خطوات بسيطة لو عملتها هتخليك تاخد قرارات أذكى وأهدى. الخطوة الأولى: ابعد نفسك شوية عن الموقف. لما تكون جوه المشكلة مشاعرك بتتحكم فيك. جرب تتخيل إن الموقف ده بيحصل لصاحبك وإنت اللي بتنصحه. الدراسات بتقول إن المسافة النفسية دي بتقلل الانفعال وبتزود المنطق. الخطوة التانية: دون كل الخيارات. الكتابة مش بس ترتيب أفكار، هي بتخلي عقلك يشوف الصورة كاملة. في بحث من جامعة شيكاغو، الناس اللي كتبوا الاحتمالات المختلفة والمتنوعة حتى الغريبة منها لقوا انهم قدروا يوصلوا لحلول افضل بنسبة 25% من اللي اعتمدوا على التفكير في دماغهم بس. الخطوة الثالثة، ودي خطوة بقى مهمة جدا جدا جدا: اعمل اختبار اسمه 10-10-10. اسأل نفسك، القرار ده هيأثر عليا ازاي بعد 10 ايام من دلوقتي، وبعد 10 شهور، وبعد 10 سنين؟ التقنية دي اخترعتها صحفية أمريكية، ولقوا إنها بتخليك تفكر بعيد عن اللحظة الحالية وتشوف النتائج على المدى القصير وعلى المدى الطويل. القصة هنا عن جيف بيزوس مؤسس أمازون. قبل ما يسيب شغله المريح ويبدأ شركته، عمل لنفسه نسخة من اختبار 10-10-10، وقال لو ما جربتش اللي أنا عايز أعمله بعد 10 سنين من دلوقتي أحس بالندم الشديد. والنتيجة طبعا احنا كلنا عارفينها النهاردة، والنجاح الكبير لشركة أمازون. في الآخر القرارات الذكية مش محتاجة عبقرية، محتاجة هدوء وخطوات منظمة. والسؤال: ايه القرار في حياتك اللي محتاج منك 10 دقايق تفكير بأسلوب جديد قبل ما تاخد القرار ده؟ فكر تاني وحاول تاخد القرارات بشكل أذكى وأهدى وأكثر عقلانية وحكمة.